بيبدأ الفيلم بتاعنا بنشوف واحد اتحول لزومبي، لكن هو لسه عنده افكار ومشاعر شوية زي البشر العاديين. واسم الزومبي ده كان ار، اللي ما قدرش ان هو يفتكر غير الحرف الاول من اسمه، لكنه ما عرفش يفتكر عيلته ولا شغله ولا حياته اللي فاتت. لكن في حاجة لسه هو بيفتكرها، وهي لحظات قبل ما يبقى زومبي. ولسه بيفتكر ان الناس اللي قابلها في المطار في نفس اللحظة كلهم فجأة اتحولوا لزومبي، ومن بينهم بعض الزومبي اتحولت لزومبي شريرة بيسموها بونيز. الزومبي دي قلوبها وقعت في الظلام لانهم فقدوا كل امل ومشاعر، لكن ار مش عايز يبقى زيهم لان عنده لسه مشاعر وبيتمنى يعيش حياة طبيعية في يوم من الايام زي البشر. بنعرف ان هو بيعيش جوه طيارة وبيقضي كتير من وقته يسمع موسيقى في المطار. ار كمان عنده صديق زومبي اسمه ام، واحيانا الاتنين بيقدروا يتواصلوا مع بعض حتى لو كان كلام بسيط. وفي يوم من الايام ار وباقي الزومبي راحوا المدينة عشان يجيبوا طعام اللي هيكون بشر طبعا، على الرغم ان لسه واعي لكن لسه عنده جوع للحم البشر. في نفس الوقت ده بنعرف ان في جدار فاصل بيعمل حاجز مادي بين عالم البشر والزومبي. دلوقتي البشر بيسكنوا جوه الجدار ده، وبانوا مجموعة من الشباب زي جولي ونورا وبيري وغيرهم. بنعرف ان جولي وبيري حبيبين وهيوصلوا في مهمة عشان يجيبوا أدوية من المستشفى اللي في المدينة. بس قبل ما بيروحوا، راجل اسمه الكولونيل جيريو اللي هو أبو جولي اداهم توجيهات وحمسهم. وحسب كلام الكولونيل، الزومبي دي بتشبه البشر تماما في الشكل، لكنها ما بتفكرش وما عندهاش أي مشاعر. لكنهم لازم ياخدوا بالهم من الزومبي اللي شكلها زي الجمجمة دي، لأن دي سريعة وخطيرة جدا. ومسلحين بالمعلومات اللي عندهم دي راحوا المدينة، والزومبي اللي بتصطاد طعام لقت ريحة بشر فجأة وراحت لمبنى المستشفى. جولي والباقيين كانوا بيجمعوا الأدوية، ونورا اتصدمت لما سمعت صوت بره. فجولي على طول قالت لهم ان احنا لازم نمشي بسرعة، لكن بيري رفض لانهم لسه عندهم مهم. وبعد شوية فعلا الزومبي هجموا على الباب واتهاجموا كلهم فورا. ولما كانوا بيقتلوهم، ار شاف جولي ووقع في حبها من النظرة الاولى، فقرر ان هو يروح ناحيتها على طول، لكن بيري وقفه ورماه بعيد. وار قتل بيري وعضه فورا وخلص عليه. واتضح بعد كده ان ار مختلف عن بقية الزومبي، لان كل ما بياكل دماغ بشري بيخليه يشوف ذكريات الشخص ده، لان دي الطريقة الوحيدة اللي بتربطه بحياته اللي فاتت وبيخليه يحس ان هو زي البشر الطبيعيين. كمان ار لاحظ ان اللي قتله ده كان عنده علاقة رومانسية مع جولي، فار احتفظ بجزء من دماغ بيري في جيبه. وبعد كده حاول يقرب من جولي، لكنها كانت خايفة جدا لانها كانت حاسة ان دي نهايتها. وار اللي عرف ان في زومبي تاني هيهاجم جولي دهن وشها بدم دماغ بيري. بعد كده قرر ان هو ياخدها معاه لمكان سكنه في الطيارة، وجولي ما كانش عندها خيار تاني غير ان هي تمشي وراه. وفعلا باقي الزومبي ما قدروش يعرفوا ان جولي بشر بسبب التمويه اللي عمله ار. لما وصلوا الطيارة، ار لاحظ ان جولي بتبكي وخايفة، فاداها مساحة وسابها عشان تهدى شوية وما تخافش منه. ولانه عايز يتعرف على جولي اكتر، كل حتة من دماغ بيري وشاف كل ذكرياته اللي بتجمعه بجولي. وعرف كمان ان ابو جولي منع بيري يشارك في بناء جدار الفصل مع ابوه، لكن بيري كان قلقان على ابوه فراح لموقع البناء ده. ولما عدوا من ممر سري ووصلوا، لقوا ان ابو بيري بقى زومبي. واول ما كانوا هيتهاجموا، جولي اضطرت ان هي تضرب رصاصة في راس ابو بيري وتموته فورا. فمن ذكريات دماغ بيري، ار فهم ليه جولي خايفة منه. عشان كده ار رجع لجولي وحاول يقرب منها، لما لقاها سقعانة اداها بطانية تتغطى، وشغل لها كمان موسيقى عشان ما تبكيش وتخافش منه. بعد كده بناخد بالنا ان قلب ار بعد ما شاف جولي بدأ ينبض اللي كان ميت من زمان. تاني يوم الصبح لما جولي صحيت، قالت له انها جعانه وطلبت من الزومبي ان هو يجيب لها طعام. فار قال لها انها تفضل جوه الطياره وهو يروح يدور لها على اكل. بعد ما ار مشي، جولي استغلت الفرصه وحاولت تهرب من المكان، لكن للاسف شافت مجموعه زومبي بره بتتحرك. ولما جولي كانت مستخبيه منهم، ار ظهر من لا شيء وراها ونجدها من الزومبي تاني. لما رجعوا الطيارة تاني، اداها شوية طعام وحاجة تشربها. وجولي اتأثرت جدا بطيبة قلب الزومبي وحاولت تسأله عن اسمه، لكنه ما كانش قادر يفتكر غير حرف ار بس. فجولي قررت تسميه ار. بعد كده جولي طلبت منه ان هو يسيبها تمشي، لانه كان بيحبها. جاب لها اعذار كتير عشان تفضل موجودة معاه، وقال لها ان بره خطر ولازم تفضلي موجودة اكتر من يوم هنا عشان الزومبي اللي بره ينسوا ان انت موجودة. جولي اتفاجئت جدا من ار لانه كان قادر يتواصل بخلاف بقية الزومبي. وفي الايام اللي هي قعدت فيها هناك دي، الاتنين قضوا وقت سوا. ولما جولي كانت نايمة، ار قرر ان هو ياكل حتة من دماغ بيري اللي كان محافظ عليها، لكن بسبب ان الدماغ دي اتعفنت شاف حادث سيء زي ما بيري كان هينقذ جولي، لكن ار قتله. وبسبب كده تف اللي كان بياكله بعد ما شاف الحادث ده، وحس بالاسف انه قتل حد جولي بتحبه. لكن لما بص وراه اتفاجئ ان جولي هربت ووقفت قدام اصحابه الزومبي. ولما الزومبي ام حاول ياكل جولي، ار جه فجأة وضربه. وساعتها جولي قالت لار ان هي فضلت كتير ولازم ترجع البيت. اتعصب جدا ام لما شاف ار بيصاحب بشر وقال له ان هو لازم ياكلها. الدوشه دي كلها ادت لوصول البونيز، فالاتنين جريوا بسرعه من الهداء. ولما وقفوا قدام البونيز دول، ام جه فجأة وضرب الزومبي. ام جه عشان ينقذهم لانه عرف ان ار بيحب الست دي. بعد كده راحوا المكان ار واصحابه كانوا بيتجمعوا فيه،
ولما وصلوا ار باين لاصحابه انه فعلا بيحب جولي، وده خلى قلوب الزومبي ترجع تنبض من تاني، فسابوهم يروحوا ويمشوا. بعد شويه مجموعه من البونيز قربت منهم. البونيز عرفوا ان ام وبقيه الزومبي اتعاونوا عشان ينقذوا ار وجولي، فغضبوا جدا وقرروا ان هم هيهاجموا مكان البشر. في نفس الوقت بنشوف جولي وار ان قرروا ان هم يمشوا من المطار، ووقفوا في بيت فاضي اللي ابو جولي كان اخلاه قبل كده، وجوه البيت ده لقوا كاميرا وقعدوا يصوروا بعض. لما جولي كانت عايزه تنام طلبت من ار ان هو ينام معاها في نفس الاوضه لكن على الارض، عشان هي خايفه ان الزومبي يدخل تاني ويهاجمهم. لكن بعد شويه اتفاجئوا بجيوش الدوريات اللي بتمر في المنطقه، وعلى الرغم ان جولي شافت ابوها ما نزلتش تقابله لانها كانت قلقانه على ار وخايفه للجيوش دي تقتله. بعد كده ار حاول يقول الحقيقه لجولي وقال لها ان هو اللي قتل حبيبها، وده خلى جولي حزينه جدا ورفضت انها تتكلم معاه لانه اتضح ان حبيبها قتله زومبي اللي انقذ حياتها. والاول مره من زمان بنشوف ار اللي بيحس اخيرا بالنوم وبيحلم، وحلم انه لقى جولي وبيري ونورا في حلمه. ار في الحلم اتمنى ان هو يكون مع جولي، لكن بيري رد عليه ان ار ما يقدرش يكون معاها لانه هو اللي هيقتل حبيبها. تاني يوم الصبح ار صحي لقى ان جولي سابته ومشيت، وده خلاه حزين جدا وحس بالاسف لان دي غالبا هتكون اخر مره هيحس فيها ويستمتع بجمال العيشه زي البشر الطبيعيين. بعد كده بنشوف جولي اللي اخيرا رجعت للبيت للجدار اللي عند الحدود، ولقيت ابوها اللي كان قلقان عليها جدا. في نفس الوقت ار راح يقابل صديقه ام واصحابه الزومبي، وار قال لام ان جولي دلوقتي بتعيش حياه سعيده مع عيلتها ومع الناس الطبيعيين. بعد كده قال له ان هو قدر يحلم من تاني لاول مره بالليل، بس بعد كده اكتشفوا ان في مشكله كبيره، وهي ان الزومبي البونيز خططت ان هي تهاجم مكان البشر، وعشان كده ار قرر ان هو يتسلل لمكان البشر بمساعدة ايمي وبقية اصحاب الزومبي عشان يبلغ جولي عن خطة الزومبي الشريرة. فبعد كده جمعوا زومبي طيبة عشان تساعد البشر في معركتهم ضد البونيز. ولما اتحركوا ناحية المدينة على الحدود، ار قال لاصحابه ان هم يستنوه هنا في الاستاد. بعد كده ار راح للمدينة لوحده، بدأ يستكشف الممر السري اللي بيري وجولي كان عدوا منه قبل كده. في نفس الوقت ده جولي كانت بتحكي لنورا ايه اللي حصل لها، وقالت لها انها وحشها الزومبي اللي انقذ حياتها. بس نورا اتصدمت وحست ان الكلام ده غريب واستهزأت بيها وقعدت تتريق عليها. بالليل جولي ما كانتش عارفة تنام، فقعدت بره في البلكونة عشان تشم شوية هوا، لكنها اتفاجئت بوجود ار اللي كان قدام بيتها. فجولي نزلت فورا وحضنته، وكمان لما حضنته حست ان جسمه بقى ادفى من قبل كده، فجولي خدته لجوه البيت عشان محدش يعرف عن وجوده. ونورا لما شافت ار لاول مره اتفاجئت لانها فاكره ان الزومبي بيطلع ريحه غريبه، لكن ار كان مختلف عن بقيه الزومبي. بعد كده ار قال لهم عن سبب مجيئه لهنا، وقال لهم ان الزومبي الشريره خططت انها تهاجم المدينه. فجولي على طول لما سمعت الكلام ده قالت له ان احنا لازم نقابل ابويا ونحكي له. وعلى الرغم ان الامر ده مش سهل لان مظهر ار لسه زي الزومبي، جولي ونورا قرروا يغيروا مظهره عشان يبقى زي البشر الطبيعيين. في نفس اللحظه دي بنشوف كتير من البونيز كانت بتجري ناحيه المدينه عشان تبدا هجومها. بعد كده الثلاثه اتحركوا ناحيه الكولونيل جيريو ابو جولي، واتضح ان ابوها والجيوش كانوا بيستعدوا للقتال لانهم عرفوا ان البونيز على وصول. لما وصلوا هناك جولي حاولت تشرح لابوها ان في زومبي لسه عندهم امل ان هم يتعالجوا، لكن ابوها ما صدقش الكلام السخيف ده. فساعتها ار قرر ان هو يتدخل بنفسه عشان يكشف له الحقيقه. ولما الكولونيل جيريو عرف ان ار زومبي وجه السلاح ناحيته مباشره، بس نورا عشان تنقذ جولي وار وجهت المسدس ناحيه الكولونيل جيريو وقالت للاتنين ان هم لازم يمشوا حالا. لما وصلوا الاتنين للاستاد اتفاجئوا بالكم الكبير من الزومبي اللي قدر يجمعهم وام قال لجولي وار ان اصحابهم الزومبي جاهزين يساعدوا البشر في قتالهم ضد البونيز. وبعد شويه البونيز وصلوا، فام قال لار ان هو لازم يحمي جولي حتى لو كان لازم يضحي بحياته. وفعلا وبقيه الزومبي قدروا يمسكوا البونيز، لكن للاسف بعد البونيز هربت وبدات تطاردهم، وار حاول كل حاجه يقدر يعملها عشان يحمي جولي من الزومبي بكل قوته. ولما جيوش الكولونيل جيري وصلوا للاستاد اتفاجئوا لما شافوا الزومبي بتحارب بعضها. بعد كده فهموا ان وباقي الزومبي اللي معاه بيساعدوهم عشان يهزموا جيش الزومبي الشرير. في نفس الوقت الكولونيل كان بيدور على بنته، والعساكر بلغته انهم بيحاربوا الزومبي الشرير بمساعده والزومبي الطيب اللي معاه. في نفس الوقت بنشوف ار وجولي اللي كانوا بيهربوا من البونيز، اللي وصلوا عند حته خلاص مفيش منها هروب ومفيش قدامهم غير ان هم ينطوا تحت في حمام السباحه، وما كانش عندهم اي خيارات تانية لان ار وعد ان هو هيحميها، حضنها ونط بيها في حمام السباحه. جولي اللي نجت حست ان ار غرق فسحبته، ولحسن الحظ ار هو كمان نجا. وبعدين قربوا من بعض في لحظه رومانسيه، وبنعرف ان بؤبؤ عين ار رجع لشكله الطبيعي، لكن فجاه اتفاجئ برصاصه في صدره، وده كان من ابو جولي. ومن جرح الرصاصه ار بدا ينزف، وده بيثبت انه ما بقاش زومبي، والرصاص بقى قدر ان هو يخترق جسمه. وفي النهايه اخيرا الكولونيل جيري صدق فعلا ان الزومبي عندها فرصه انها تتحول لبشر طبيعيين تاني. وبكده الكولونيل جيري اللي ما كانش متوقع الحادث ده غير
استراتيجية المعركة فورا، وشفنا ان الزومبي الطيبة بتتعاون مع القوات العسكرية وبيعملوا سوا ضد البونز، والزومبي الشريرة انهزمت وانتهت اخيرا. في النهاية البشر بدأت تعيش مع الزومبي الطيبة، والكل قدر يصدق ان في يوم من الايام الزومبي دي هتقدر انها تشفي نفسها وترجع لوضعها الطبيعي تاني. وكمان بنشوف ماركوس اللي بقى عنده شخص خاص في حياته، ومع مرور الوقت بقية الزومبي تدريجيا بيتحول لبشر طبيعيين زي ار اللي بقى بشر طبيعي وبدأ علاقة حب مع جولي. وهنا الفيلم بينتهي بتفجير جدار الحاجز العظيم. يا ريت لو عجبك الفيلم تكتب لنا تحت في التعليقات وتعمل لايك وتشترك في القناة.